قصرت في حقكم كتير والحزن خد اكتر من حقه، ورغم الظروف اللي انا فيها لازم اقف على حيلي عشانكم. كمان محتاجه منكم دعوه جميله جدا. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا النهارده مش هقول لكم بقى محتاجه منكم لايك او كومنت، انا محتاجه منكم بس دعوه بسيطه تدعوا على اخويا اللي هو يروح ويرجع بالسلامه. سامحوني على صوتي، انا تعبانه شويه، عندي دور برد شديد قوي. وكمان الايام اللي فاتت انا كنت متاخره عنكم عشان ربنا يعلم يعني بالظروف اللي انا كنت فيها. كان عندي حالة وفاة وكده، كان خال جوزي اتوفى، وتدعوا له كتير اللي ربنا يرحمه ويجعل يا رب مثواه الجنة. هو كده كده اصلا رايح الجنة عشان هو بجد انسان كويس او كان محترم، الله يرحمه. عايزاكم في الكومنتات تدعوا له كتير، مش هتخسروا حاجة لما تدعوا لحد متوفي. ده بقى كان سبب تأخير عنكم، هو توفى اللهم صل على النبي يوم السبت اللي فات، الله يرحمه. وكمان النهارده كمان اللهم صل على النبي اللي كمان محزني اكتر واكتر الا اخويا كمان ماشي على الجيش. عايزاكم بقى تدعوا لي برضو كتير قوي في الكومنتات. انا مش طالبه منكم في الفيديو دوت ان انتوا بس تدعوا لخال اسلام اللي ربنا يرحمه، وتدعوا كمان لاخويا اللي هو يروح ويجي بالسلامه. ربنا يعلم الظروف اللي انا فيها، بس والله تأخيري دوت كان غصب عني. انتوا زي ما انتم عارفين انا كنت موعداكم ان انا مش هتأخر عنكم في اي فيديو خالص، بس الظروف هي اللي بتحكم. هنا بقى قلت بقى لما اعمل معاكم روتين بسيط جدا. طبعا يعني انا اصلا ما كنتش قادره ان انا اعمل اي حاجه، بس انا قلت ايه يعني حاجه بسيطه اللي انا اقوم اعملها معاكم في نفس الوقت اللي انا اتكلم معاكم في الفيديو، واللي انا كمان ما اتاخرش عليكم اكتر من كده. اقول على قد ما اقدر ان انا الفتره اللي جايه اللي انا اعمل لكم فيديوهات وكده، بس انتوا عارفين لما بيبقى في حد متوفي في العيله او حد عزيز عليكم اللي هو مثلا هيمشي ويروح مكان بعيد، وبالذات لو مكان زي اللي اخويا رايحه دوت. طبعا زي ما انتم عارفين الجيش بتاع اخويا في سينا، وسينا دي صعبه جدا وربنا يعلم الواحد بيبقى قاعد على اعصابه. عايزاكم بقى تدعوا له كتير قوي في الكومنتات اللي هو يروح ويرجع لنا بالسلامه ويخلص جيشه على خير ان شاء الله. يعني هو المفروض هيخلص في شهر 9، هو خلاص يعني الحمد لله فاضل 5 شهور، بس الواحد والله يا ربنا هو اللي يعلم بيه. طبعا انا والله مش قصدي ان انا اديكوا طاقه سلبيه خالص، بس بجد غصب عني محتاجه ان انا اتكلم معاكم، ومحتاجه دعوتكم جميله. انتوا عارفين انا كل مره بديكوا الطاقه الايجابيه، بس انا المره دي محتاجه لكم بجد. طبعا صوتي ضايع خالص خالص، بس ان شاء الله ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى احسن واحسن. هنا بقى قلت بقى لما اعمل روتين بسيط، هي اصلا كانت الشقه نظيفه وما كنتش يعتبر قاعده فيها، يعني انا كنت عند حماتي وكده عشان حاله الوفاه. يا دوب جيت كنت قبل الفيديو دوت بيوم مسكت الشقه مسحتها وغيرت الفرش كله، بس ما كنتش عامله حساب ان انا اصور وما كانش في دماغي اصلا الصراحه. بس قلت بقى يعني كفايه بقى كسل وكفايه بقى طاقه سلبيه، قومي كده وصوري ويعني وخلاها على الله واللي ربنا رايده هو اللي هيكون. هنا بقى قلت بقى لما اعمل معاكم ترويق بسيط قوي، ابتديت بقى ان انا اشيل الملايات وان انا انفضها وهفرشها تاني، اللي هي كانت نضيفه زي ما قلت لكم. انا كنت قبلها بيوم مسحه الشقه، يعني كنت بقى لسه بقى جايه من عند حماتي وغسلت بقى الغسيل وظبطت كل حاجه في الشقه، اللي انا بقى كنت عامله حسابي ان انا تاني يوم هنزل عند ماما اللي خلاص بقى عشان اخويا ماشي وكده. وكنت في اليوم ده اصلا صاحيه، ربنا لوحده اللي يعلم بيا زي ما انتوا كده ما سامعين صوتي، يعني انا تعبانه. وكمان يعني ربنا يعلم اخويا دوت عزيز عليا قوي، انا بحب اخواتي كلهم، بس الكريم ده غلاوته في قلبي محبتين تلاتة، بحس اللي هو ابني مش اخويا بجد، يعني ربنا يعلم. في الفترة اللي هو بيبقى فيها في الجيش اصلا بحس ان حتة مني كده ضايعة مني، ما بحبش ساعتها ان انا اعمل اي حاجة اللي هي مثلا فرح، لو في اي حاجة مثلا خروجه او فرح او مثلا عيد ميلاد مناسبة اي حاجة بنأجلها لغاية لما كريم يجي. طبعا كل اللي لها اخ في الجيش او مثلا لها ابن في الجيش هتبقى حاسة باحساسي. ابتديت بقى لا لما بقى الشوفونيرة وكده، عشان طبعا عارفين التراب الناعم دوت يعني بيودي الحاجة في داهية. هكنس بقى الأرضية وهنخش كمان نكمل في المطبخ. عايزاكم بقى تكملوا الفيديو دوت للآخر، وعايزاكم كمان تشجعوني كتير 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 قوي، عشان بجد محتاجة ان انتوا تشجعوني. آه طبعا الشخص فينا لما بيقدم مثلا لشخص فينا دعوة، او مثلا هو مثلا يشجعه او يطلعه من الطاقة السلبية اللي هو فيها، ربنا بيكرمه اضعاف اضعافه. طبعا انا طبعا مستنية النهاردة كومنتاتكم الجميلة لدعاء خلق اسلام، وكمان اسلام ده يبقى جوزي عشان ما اقول لكم اسلام اسلام، والدعاء اخويا اللي هو يروح ويجي بالسلامة ويخلص جيشه على خير، وربنا يا رب يسترها عليه وعلى اللي زيه، مش على اخويا كمان، يسترها عليه وعلى اللي زيه. هنا بقى هكنس بقى الأرضية. طبعا عايزين طبعا تولعوا فيا، بس والله والله غصب عني. مش حكاية والله بقى طاقة سلبية، حكاية اللي انا بعتبركم اهلي، واللي انا قلت بقى اللي انا اتكلم معاكم وفضفض وكده.
واللهم صل على النبي. خلاص بقى الارضيه بقى كنستها وكده. ادعوا لي انا كمان اخف والله. مش عارفه الفيديو ده كله دعاء. عندي برد بقى له فتره، وكمان زاد معايا كمان اكتر ساعه موضوع العزا وكده، عشان طبعا عارفين ان الموضوع جالنا بالليل وكده ومشينا وكان المشوار بعيد وكده، وكان سفر وكده، والحمد لله الحمد لله على كل يجيب ربنا. هنا بقى بقول لكم انا خلصت الاوضه وكده. كان بقى المطبخ فيه بقى يعني كام كوبايه، اللبانه مطرح اللبن، الخلاط مطرح عجينه القطايف، يعني ما كانش فيه مواعين كتير. الصينيه دي بقى كان مطرحها بسكويت، وكوبايه مثلا مطرحها شاي بلبن. طبعا فطرت ملك وملك قبل ما ينزلوا على الحضانه وكده. الروتين اليومي بتاع كل ست بيت، يعني حاجة لا يود منها. طبعا حتى لو الشقة نظيفة، في حاجات بسيطة لازم نقوم اللي احنا نعملها الصبح. الصراحة كانت الشقة عندي نظيفة، مكانتش وسخة، بس حاجات بسيطة مطرح ايه الفطار وكده، ومطرح حاجات انا استخدمتها. هنا بقى عجينة القطايف اللي انتوا شايفينها، كنت طبعا مغطيها بالكيس وكده عشان تخمر. همسح بقى الرخامة. عجينة القطايف ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو تاني لوحده. قلت بقى لما اولع نور رمضان وادي لنفسي طاقة ايجابية شوية. خلاص بقى يعني يعتبر كان المطبخ خلصان. هوريكم بقى البوله اللي انا حاطه فيها عجينه القطايف بتخمر وكده، سيبها على مش هقول لكم بقى على المقادير. هقول لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس جربوها بجد حلوه جدا جدا، وهتطلع معاكم ناجحه واحسن من اللي بره بكتير. سايباها بقى تخمر. هنا بقى كانت الكميه اتضاعفت وكده، كنت بقول لكم ايه دي عجينه القطايف. استنوها بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله من غير مقاطعه. دي بقى ازازه ميه كنت ملياها، قلت لما احطها على جنب. كان يعتبر بقى البوتاجاز نضيف، بس هي همسحه مسحه بسيطه. طبعا عشان طبعا مثلا العفرة، مثلا كنت فاتحة الشباك وكده، البخار بتاع اللبن، وانا كنت اللهم صل على النبي بغليه. يعني ايه حاجات بسيطة، ما كانش ايه في حاجات كتير. هنا بقى اللهم صل على النبي. خلاص مسحت البوتاجاز وكده، هنغسل مع بعض بقى حبة المواعين، وفي نفس الوقت ايه نتكلم مثلا ايه. هنا بقول لكم قلبت الازاز بتاع البوتاجاز، وبقول لكم الصينيه دي هصفي عليها مواعين، عشان كنت الفوطه غسلاها وكده كنت نشرها بره. طبعا الفوطه دي هتروح الصراحه، ما اقدرش ان أنا استغنى عنها. سامحوني على صوت الدوشه طبعا. اخو خطيبة اخويا، ما شاء الله يعني عامل لنا ازعاج في البيت، يعني الله اكبر عليه. ربنا يا رب يخلي لامه كده. هنا بقى اللهم صل على النبي هشطب بقى الصينيه وكده. طبعا لما هنعمل الحاجه الكبيره الحوض هيفضى. هو اصلا ما الحوض كله ما فيهوش غير هو 4 كوبايات واللبانه والخلاط، يعني ما فيهوش حاجات كتير اصلا. طبعا طول بقى ما البيت بقى نضيف، ومثلا ما فيش غير حاجات بسيطه بتعملها ايه على طول وكده، وفي نفس الوقت بنسلي وقتنا. طبعا القناه ديت انا فاتحاها، هي يعتبر حلمي اللي هو لما هينجح. بجد امنية حياتي اللي انا اقوم كده من النوم الاقي فيديو ضرب، والحمد لله يعني ربنا سبحان الله وتعالى اللي هو مثلا يكتب لي لقمة عيش من المجرى القناة ديت، عشان هو حلمي واللي انا بحققه كده. بجد يعني اي حد اصلا فاتح مجرى رزق من بيته، ربنا يا رب يرزقه ويوفقه في حياته، وبالذات كمان لما تكون ست بيت شاطرة وناجحة وبتفكر تساعد جوزها، ومثلا تحقق لأولادها اللي نفسهم فيه. ربنا يا رب يعني يرزقنا ويدينا الخير، زي ما احنا كده ما بنتمنى لينا ولغيرنا كمان. هنا بقى اللهم صل على النبي بقى ايه، ابتديت ان انا اعمل الخلاط كويس قوي، عشان الخلاط بتاعي من جوه فيه حروف كانت العجينه يعني عامله فيها وكده. قلت لما اشطفه كويس شايفينه بيلمع، خليته بيبرق. هغسل بقى الكوبايات. انا طبعا الكوبايات في العموم بغسلها الاول، بس طبعا الخلاط يعتبر زي الكوبايات، عشان كده غسلت الخلاط الاول عشان يديني اللي هو مساحه في الحوض اللي انا ايه اتحرك براحتي. عايزاكم بقى تتابعوا الفيديو للاخر، ايه ما تسيبوش بقى نص الفيديو وتروحوا هنا او هنا. تابعوا الفيديو، عايزاكم بقى تتابعوا كل فيديو انا بنزله. هنا بقول لكم الكوبايه بتلمع. والله مش قادره اضحك والله، بس الحمد لله الحمد لله على كل جبر ربنا. ان شاء الله ان شاء الله يعني هسمع خبر حلو عن قريب، واللي ربنا رايده هو اللي هيكون. هو ربنا والله مش بيدي لحد حاجه وحشه، بس الفراق هو اللي صعب، وبالذات كمان يعني لما تكون اللهوة وحشة، والله لما الخبر كمان يجيلك على فجأة. هنا اللهم صل على النبي بقى هغسل بقى اللبانة كويس قوي. وايه تاني فكروا معايا، اوعوا تروحوا هنا ولا هنا. اللهم صل. كنت بقى مستعجله، كان مالك ومالك قربوا اللي هم يجوا من الحضانه وكده، وكنت عايزه ان انا ايه اخلص بسرعه قبل هم ما يجوا، عشان انتوا طبعا عارفين الاطفال احباب الله، وانا وهم ما بنتجمعش مع بعض اصلا. يعني لو انا هفضل اصوت. لا هنا بقى كنت بتكلم مع اللهم صل على النبي. مين فكروني. ابن صاحبتي كان قاعد معايا وكده، كان مستني ملك لما يجي عشان يلعبوا مع بعض. كنت بقى بتكلم معاه كده، كان الصراحة مسليني، غير لما بقعد لوحدي بكلم الحيطان.
بشطف بقى الحتة وكده. خطة يعتبر اصلا هروح اجيبهم وانزل بقى عند ماما. سامحوني بقى، سامحوني زي كل مرة الفيديو هيقطع، بس والله سامحوني غصب عني. هحاول بعد كده انا اشحن التليفون، بس انا مشكلتي لما بصور فيديو واتنين مع بعض التليفون بيفصل وكده. هنا بقى كان خلاص التليفون على وشك اللي هو يفصل، لما بصيت له كده خلاص بقى بشطف الحوض، ودي اهم حاجة عندي. عايزاكم بقى تكملوا الفيديو للاخر وما تروحوش هنا ولا هنا. وعايزاكم بقى تدعوا كتير 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 اوي في الكومنتات لخال جوزي وكمان لاخويا اللي هو يروح يرجع لي بالسلامه، وتدعوا لخال جوزي بالرحمه. طبعا انا بحبكم جدا وسامحوني اذا كنت بتاخر عنكم. عايزاكم بقى تشجعوني، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ونشجع بعض. واللي ربنا يعني الحمد لله على كل ربنا كاتبه لنا، وان شاء الله اللي جاي خير. وبحبكم جدا في رعايه الله.